السلام عليكم البنات ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم مرطب للشعر الخشن والمجعد، مرطب طبيعي للشعر الخشن والمجعد. هذا المرطب يا البنات نستعملوا فيه الماء عادي، نستعملوا فيه النشا، نديروا 2 مغارف كبار نشا، زوج ملاعق كبار بهذا الشكل هكا، نخلطهم هكا في الماء بارد حتى يتحلوا، نديروهم على نار هاديه ونضيفوا لهم المكونات الاخرى. بعد ما درناها على نار هاديه نتحصلوا على هذا الكريم هكذا بهذا الشكل. نضيفوا عليها ملعقه كبيره من زيت اللوز، ملعقه زيت اللوز، ونضيف عليها 2 ملاعق من جل الصبار، من جل الوفيرا. واللي ما عندها جل الوفيرا تستعمل الصبار، هذا الصبار العادي، ترابيه هاك تقلعي هذا الشوك هذا وترابيه وتدي غير الجل تاعه، ولا تحليه ثاني، تحليه على 2 هكذا وتدي الجل اللي هنا تضيفيه له. اولوفيرا راها زينه يا البنات للشعر، ترطب الشعر، ومام زيت اللوز زين للشعر، زيت اللوز زين للشعر، ترطيب الشعر. بعد ما ضفنا لها المكونات نطبقوها على الشعر خصله بخصله، كيما نستعملوا الكيراتين، كيما نطبقوها على الشعر خصله بخصله ونخلوها على الشعر مده 2 ساعات. كي تكمل 2 ساعات ندخلوا نغسلوا شعرنا. شوفي الترطيب من اول استعمال، تشوفي شعرك بدا يزين، شوفي رطوبيه الشعر من اول استعمال. وكي تخرجي ما تنسيش تدهني الشعر بزيت اللوز بعد ما تغسلي هذا الماسك، ما تنسيش تدهني الشعر بزيت اللوز. ان شاء الله تكون الوصفه نالت اعجابكم، وما تنسيوش اللي مازال ما اشتركتش في قناتي ما تنسيش الاشتراك.